السلام عليكم. انا ساجدة طالبة في الفرقة التانية كلية تمريض جامعة حلوان. فيديو النهاردة هتكلم عن كلية تمريض عشان طلب مني كتير ان انا اتكلم عن الكلية. فمبدئيا كده لو انت عاوز تدخل كلية تمريض لازم اول حاجة لازم تبقى علم علوم ولازم تبقى جايب تنسيقها. كان السنة اللي فاتت كان الحد الادنى في التنسيق كان 80.6%، وليها ميزتين. اول حاجة انه الغاء اختبار القدرات، يعني تقدر تدخل الكلية من غير اختبار قدرات. تاني ميزة انه تم الغاء اللي هو التوزيع الاقليمي وبقى توزيع جغرافي. يعني ايه توزيع جغرافي؟ يعني انت تقدر تدخل كلية تمريض في اي جامعة. طب يعني ايه توزيع اصلا جغرافي؟ يعني انت مثلا من محافظة المنصورة، انت مش جايب كلية تمريض جامعة المنصورة، مش جايب مجموعها. لو انت جايب مجموع مثلا اللي هو كلية تمريض جامعة القاهرة، تقدر تروح وتاخد هناك في جامعة القاهرة كلية تمريض. فعشان كده اللي هو بقى ميزة ان بقى التوزيع جغرافي. يعني كلية تمريض لحد دلوقتي تكليفها ما اتلغاش. في شائعات كتير الفترة اللي فاتت كانوا بيقولوا كلية تمريض تكليفها اتلغى، بس نزلت بوست نقابة العام للتمريض في مصر، نزلت بوست قالت ان التكليف لسه ما اتلغاش. فاول حاجه في الفيديو هعرفكم سنين الدراسه والمواد ايه اللي احنا بندرسها في كليه تمريض. اول حاجه كليه تمريض بيبقى 5 سنين، 4 سنين دراسه وسنه امتياز. السنه الامتياز ده انت بتقدر تشتغل فيها في المستشفى بشفتات وبتاخد مرتب. بالنسبه لصعوبه المواد في كليه تمريض، في مواد محتاجه تذاكرها بشكل كويس لانها مواد تقيله شويه. فكليه التمريض هي مش صعبه ولا سهله، انت محتاج ان انت تذاكر عشان تجيب تقدير. وكل المواد في كليه التمريض بتبقى بالانجليزي ما عدا ماده واحده. طب انت تقولي انا داخل الكليه وانا مش قد كده اصلا في الانجليزي، طب كده انا هعرف امشي مع الكليه واعرف اجيب تقدير ولا لا؟ حتى لو انت مش قد كده في الانجليزي، واحنا داخلين الكليه مش احسن حاجه الانجليزي بتاعنا، بس انت بتعرف تتعود مع الكليه. انت خلاص انت اتحطيت خلاص في الامر الواقع ان انت كتبك كلها هتبقى بالانجليزي. فانت هتحاول تأقلم مخك ان انت اصلا تذاكر وهتتعود مع ده. وانت كمان بجانب الدراسة انت حاول ان انت تحسن لغتك الانجليزية عشان كمان هتنفعك. اول سنة في كلية تمريض هتاخد اناتومي اللي هو علم التشريح، وفسيولوجي علم الاعضاء، وهتاخد مايكرو، وهتاخد انجليش، وتاخد مواد تانية بجانب برضو اساسيات 1 واساسيات 2. تاني سنة في كلية تمريض بتاخد من مواد طب اللي هي طب بطنة وطب جراحة وتمريض بطنة وتمريض جراحة، زي علم الامراض الباثولوجي والطب الشرعي. تالت سنة في كلية تمريض بتاخد نساء وتوليد واطفال وطوارئ ومواد تانية. رابع سنة مسنين وصحة مجتمع ونفسية. خامس سنة اللي هي سنة الامتياز انت بتشتغل فيها وبتاخد مرتب. والكلية بيبقى ليها اقسام كتير في الكلية انت بتدرسها خلال سنين دراستك. انت بتتخرج كأخصائي تمريض. الكلية انت هتعمل ايه؟ ممكن تعمل ماجستير ودكتوراه تبقى دكتور في الجامعة، ممكن تاخد زمالة زي مثلا زمالة القلب الصناعي، زمالة مكافحة العدوى وغيرها كتير. ممكن تاخد برضو دبلومة الجودة، دبلومة الإدارة، دبلومة مكافحة العدوى. بالنسبة للسفر في كلية التمريض انت بتقدر تسافر بكل سهولة في كلية التمريض لألمانيا او لدول تانية. ممكن تدرس بجانب الدراسة بتاعتك اللغة عشان بعد ما تخلص تسافر على طول. بعد ما تتخرج هتاخد تصريح مزاولة المهنة ان انت تقدر تمارس مهنتك، وبعد شهور هتاخد التكليف بتاعك وهتتعين في المستشفى وهتاخد مرتب. وانت في سنة اولى انت بتدرس نظري ونظري العملي. نظري العملي ده انت بتدرسه عشان اللي هو تروح المعمل، وتدرسه اللي هو عملي زي مثلا هو تركيب الكانولات او الحقن او غيره كتير. بتنزل العملي في المستشفيات في سنة اولى بس ايام قليلة شوية، لكن في سنة تانية انت بتبدأ تجيب سكراب وبيختلف لونه على حسب كل جامعة، وبتنزل المستشفى كتير. وحابة اقول حاجة ان سنة اولى هي بجد من اسهل السنين اللي هتعدي عليك في كلية تمريض. هتعرف كويس تجيب تقدير لو انت ذاكرت كويس. ممكن تبقى صعبة من ناحية ان انت لسه اول سنة، لسه اول مرة تتعامل مع دراسة كلها بالانجليزي، بس انت لو حاولت تتأقلم حتى ان انت تحسن لغتك هتعرف كويس تجيب تقدير فيها وتتحسن فيها. اما سنة تانية هو ده انت داخل في الجد شويتين، فانت سنة تانية تقريبا من اصعب السنين في الكلية، فحاول انك تجتهد فيها قوي لان سنة تانية انت بتاخد معلومات كبيرة جدا. فانت بعد سنة تانية تقدر تنزل تدريب، فتقدر تتعامل مع المستشفيات وتقدر تتدرب بشكل احسن. التمريض انت بتقدر تنزل تدريب فيها وانت بتدرس، ممكن تشتغل كمان وتاخد مرتب. واعرف كويس ان انت دخلت كلية تمريض يعني انت مسؤول بعد ربنا سبحانه وتعالى على ارواح بني ادمين. انت طالما جاتلك الكلية دي فحاول انك تجتهد فيها وتبقى مميز فيها، كمان ان انت تنزل تدريب زي ما قلت وتحسن من اللغة الانجليزية بتاعتك عشان انت مثلا لو عاوز تسافر بره. كلية التمريض هي بتبقى من اهم الكليات اللي موجودة في سوق العمل دلوقتي، وانت مسؤول عن روح انسان، ده شيء كبير جدا. فحاول ان انت تتقن شغلك وتذاكر في الكلية عشان الكلية بجد بيبقى فيها معلومات قيمة جدا، واعرف كل حاجة واسأل عن كل معلومة انت مش عارفها.
عشان انت بعدين انت هتبقى مسؤول عن روح انسان، وانت المفروض ان انت تعمل كير للبني ادم كله. بس ده كان فيديو النهارده عن كلية تمريض. يا رب اكون قلت المعلومات اللي انتم محتاجينها تعرفوها عن الكلية بشكل مبسط جدا، وبالتوفيق ان شاء الله. واهلا بيكم كلية تمريض. اخروا ان انتم موجودين في الكلية دي، واعملوا كل اللي عليكم وكل اللي تقدروا عشان ان شاء الله ربنا يجازيكم على الخير اللي انتم بتعملوه.